السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبائي. إن شاء الله راكم بصحة جيدة. قصتنا اليوم بعنوان اليتيم الصادق. نتمنى لكم سهرة ممتعة معاه. قالوا ناس زمان اللي عينه في الحوت يطول الصنارة، واللي عينه في اللحم يصاحب الجزارة، والراجل راجل لو كان يلبسوه شكارة، والخرشي خرشي لو كان يركبوه طيارة. وبسم الله بديت وعلى النبي صليت. كان يا مكان يا سادة يا كرام، يحكوا بكري على ولد يتيم عمره 17 سنة. مات والديه وما خلوله حتى حاجة يعيش منها. والولد هذا مسكين كان عاقل وطيب ونية، وكان لا يعرف لا يقرأ لا يكتب. بسبة الفقر ما دخلش قرا في الكتاب، وما كان متعلم لا صنعة ولا حرفة يخدمها ويعيش منها. وكان هامل مسكين من زنقة لزنقة ومن دار لدار، كاش ما يلقى واحد يدير فيه معروف ويخدمه عنده. هيا سيدي، في نهار من النهارات والولد هذا يتمشى حدا أراضي الفلاحين، وإذا به يشوفوا فلاح منهم. رق له قلبه كي شاف حالته تشف للحجر. قال له الفلاح: خير يا وليدي، وش قصتك؟ قال له الولد: يا عمي أنا ولد يتيم، لا دار لا دوار، وهامل من بلاصة لبلاصة، نفركت على خدمة. قال له الفلاح: وعندك وليدي حرفة تتقنها؟ قال له: ما نعرف والو يا سيدي، حتى القراية ما قريتش. الفلاح بقى فيه الولد اليتيم، وهبط الدمعة من عينه على جاله. وتفكر الفلاح روحه بكري كي كان صغير، خاطر هو تاني عاش يتيم، بالصح الخلق ما يضيع، وربي كريم على عباده. قال له الفلاح: شوف يا وليدي، من اليوم راح نخدمك عندي في الأرض تاعي، وراح نعطيك كل يوم 5 دينارات. الولد مسكين طار بالفرحة، وعنق الفلاح بفرحة وقال له: ربي يخليك يا عمي، خيرك ما ننساه طول حياتي. قال له الفلاح: حسبني كما باباك يا وليدي. هيا سيدي، فاتوا الأيام والولد يخدم في أرض هذاك الفلاح، وكما قلنا الولد هذا ما يتقن حتى حرفة، كان يدير غير حوايج خفاف برك ويقعد. ساعة ينحي شوية حشيش يابس، وساعة يقف الباب الزريبة وهك، يعني خدمته على قد عقله وجهده. فاتت الأيام والشهور، وأرض الفلاح ما ولاتش تنتج الغلة. احتار الفلاح في أمره وقال لمراته: يا مرا، الأرض يبست وخيرها قل، دبري عليا واش ندير. قالت له: علاش ما نرحلوش؟ أرض ربي واسعة، والرزق ما هوش مكتوب غير في بلاصة واحدة. قال ليها: والولد اليتيم اللي معانا إذا رحلنا وش راح يصراله؟ قالت له: الصراحة يا راجل، هو أصلا ما هوش يخدم في حتى حاجة، وما يتقن حتى خدمة، قاعد عندنا زيد برك. قال ليها: على بالي به يا مرا، بصح أنا حبيت نعمل فيه معروف لوجه الله، والأجر ما يتشراش بالمال. قالت له: أعطيه شوية دراهم يعيش منهم، هك يرتاح ضميرك ونرحلو. سكت عليها رجلها وقعد يخمم مع روحه في هدرتها. مع الصباح راح الفلاح للولد وقال له: يا وليدي جيت نخبرك. قال له: بواه تخبرني يا عمي؟ قال له: كيما تشوف يا وليدي، الأرض ولات قاحلة،
ما ولاتش تنتج كيما قبل، فقررت نبيعها ونفركت على رزقي في مدينة أخرى. قال له الولد: ربي يسهل عليك يا عمي، ما تخافش عليا. قال له الفلاح: تفضل يا وليدي، هذه 500 دينار، تصرف فيها بحكمة وما تفسدهاش وعيش منها. قال له الولد: لا لا يا عمي، أنا حقي ماهوش 500 دينار، حقي 5 دينار. تعجب الفلاح وقال له: 5 دينار يا وليدي ما تكفيكش حتى 10 ليلة. قال له الولد: تكفي ولا ما تكفيش، بصح هذاك هو حق جهدي، جهدي قيمته 5 دينار بلا زيادة ولا نقصان. الفلاح تعجب من صدق وأمانة الولد وقال في روحه: إيه، شكون في الزمان هذا تعرض عليه المال ويرفض؟ غير ولد الأصل. الفلاح حاول يقنع الولد بصح بلا فايدة. الولد أصر على رأيه واداه ال5 دينارات وودع الفلاح وخرج من أرضه. وقال للفلاح: اللي يخلي حاجة لله يعوض ربي بخير منها. وحكم الطريق، هو يمشي حتى دخل لواحد المدينة، يلقى الناس متجمعين على واحد التاجر. الولد تعجب واداه الفضول يعرف على واه الناس راهي متجمعة. دخل في وسطهم ودا بيه يشوفهم يعطوا الدراهم لواحد التاجر ويوصوا فيه على السلعة، واحد يعطيله 100 دينار، وواحد 200، وواحد 1000 وهيك. وكان التاجر هذا هو التاجر الواحد اللي في البلدة يسافر للبلدان ويشري منها السلعة، وناس المدينة يعولوا غيرها اللي هو في شريان السلعة اللي هما محتاجينها. هاي يا سيدي، كي شاف الولد هك قدم ليه وقال له: يا عمي التاجر تفضل، هيا 5 دينارات نحبك تجيب لي بهم السلعة. وهنا قامت عليه الضحكة. 5 دينارات تجيب السلعة؟ قال له التاجر: تسمسخر بيه يا ولدي، 5 دينارات كيلو بطاطا وما يجيبوهش. قال له الولد: على بالي يا عمي 5 دينارات مبلغ قليل، بصح ربي يعيشك اشتري لي بسومتهم اي سلعة ولو سلعة قديمة. وقعد الولد يلح على التاجر حتى وافق. مع الصباح حكم التاجر الطريق وسافر، وبعد يومين لحق للمدينة يسلع منها. لحق التاجر للمدينة وبدأ يشري في السلعة، شرى القماش للناس اللي وصوه عليه، شرى الفخار والصوف والجلود الكتابات وهك، حتى كملوا الدراهم وبقوا له غير ال5 دينارات تاع الولد اليتيم. حار التاجر في أمره وقال: واش راح نشري بيهم هذم؟ وقعد يخمم ويدور في السوق، وإذا به يدخل الواحد الحانوت يلقى مولاه حط القط متاعه للبيع، وكان كاتب عليه 5 دينارات، وكان قط سمين ما شاء الله عليه. تعجب التاجر وقال له: وعلاه تبيع في القط متاعك يا خويا؟ قال له: القط هذا اللي تشوف فيه ما خلى لي والو، الحمام متاعي كامل كلاه. تفاهم معه التاجر وشراها عليه. هاي يا سيدي من غدوة حكم التاجر الطريق مروح للمدينة وهو محمل بالسلعة، وصل ليها واستقبلوه الناس اللي وصاوه يشري ليهم السلعة، وكان جاي معاهم الولد اليتيم. كل واحد منهم خدا السلعة تاعو، بقى غير واحد الصندوق. قال الولد للتاجر: يا عمي كاش ما لقيت لي سلعة ب5 دينارات؟ قال له التاجر:
هيه يا وليدي، لقيت لك هذا. وفتح التاجر الصندوق وخرج منه القط، وإذا بيهم الناس اللي كانوا يهزوا في سلعتهم يعيطوا: يا قط يا قط، شحال صومتوا، درك بعد نشروها عليك. تعجب التاجر وقال ليهم: علاه، وش حاجتكم بيه؟ قالوا له: يا خويا، هلكتنا الفيران، ما خلت لينا لا قمح ولا شعير ولا صوف ولا حطب ولا حاجة، والقطوطة ما كاينش في بلادنا، ونحبوا نشرو من عندك القط هذا ولو بآلاف الدينارات. قال ليهم التاجر: القط هذا خاطيني، وانتع هذاك الولد اليتيم. تفاهموا معاه هو على السومة. تلفتوا ليه الناس وقالوا له: شحال تبيعوا لينا يا وليدي؟ خمم الولد مع روحه مليح وقال ليهم: نحب وزنه ذهب. وثم بعد جابوا الميزان وزنوا القط، لقاوه 5 كيلو. عطاوه في حقه 5 كيلو ذهب، وداو الناس القط وراحوا وهما فرحانين. تاجر قعد غير يشوف بعينيه وهو متعجب، وقال للولد: يا وليدي، وش سر ال5 دينارات اللي ولاو لك 5 كيلو ذهب؟ قال له الولد: الحكاية طويلة يا عمي. وحكاله الولد حكايته ملي كان متشرد حتى الحق عند الفلاح، وختم عنده وقال له: يا عمي، اللي يخلي حاجة لله يعود ربي خير منها. وفعلا يا حبابي، من ترك شيئا لله عاوده الله خيرا منها ولو بعد حين. خونا اليتيم دخل يقرأ في الكتاب وتعلم التجارة وشرى دار وتزوج وجاب ولاد وبنات، وعاش حياة كريمة بعد ما كان يتيم وفقير ومسكين، وجزاه ربي على صفانيته. وهنا خلصت حكايتي. ليلتكم سعيدة أحبائي، دمتم في حفظ الله، والسلام عليكم.